يعني بدل ما تقولي له الناس هيقولوا علينا ايه، قولي له ده حرام ما يرضيش ربنا. بدل ما تقولي له لو عملت كذا انا هعرف من غير ما تقولي، قولي له ربنا مطلع عليك. السلام عليكم، ازيكم؟ ازاي اربي ولادي ايمانيا، وابدا امتى، واعمل معاهم ايه؟ امهات كتير بتسال السؤال ده وبيبقوا قلقانين، لان طريقه تعاملنا مع اولادنا في النقطه دي بالذات هيحدد شكل علاقه اولادنا بربنا. وطبعا بنشوف نماذج كتير لولاد بينشأوا يتربوا في بيئه ملتزمه ظاهريا، وبنلاقيه اول ما بيكبر وخرج من مسؤوليه الاب والام ساب كل اللي اتربى عليه من صلاه وقران وقيم ومبادئ وراح حته تانيه خالص. تفتكروا ليه ده اصلا بيحصل؟ بنسبه كبيره بيكون بسبب طريقه معامله الاب او الام، وطريقه فرض الدين عليه بطريقه منفره، او ان الاب بيبقى متدين برضه ظاهريا ولكن هو نموذج سيء في حياه الطفل، فبيطلع يكره ويبعد عن اي حاجه تفكره بالنموذج ده. ازاي اربي ولادي ايمانيا وما اقعش في الاخطاء دي؟ اولا المفروض العلاقه الصحيه السويه للابن مع ربه تكون علاقه قائمه على الحب واتصال دائم بالله، مش مجرد انه بيصلي ويصوم وباقي حياته بعيده عن ربنا تماما. طيب نعملها ازاي، او نعمل ازاي الموضوع ده؟ ازاي اخلي علاقه ابني بربنا صحيه وقائمه على الحب؟ رقم واحد الترغيب. دايما وانا بكلم ولادي عن ربنا احكي لهم عن رحمة ربنا بينا، عن حب ربنا، عن حلاوة وجمال الجنة، نعم ربنا علينا. بلاش الطفل الصغير نقول له هتروح النار، ده ربنا هيحرقك في نار جهنم، ايدك اللي بتسرق بيها دي هتتحرق في النار. الكلام ده صعب جدا يا جماعة يتقال لطفل 5 أو 6 سنين. هو كل تفكيره هيبقى هو ليه ربنا هيعمل فيا كده؟ وللأسف الكلام ده احنا بنقع فيه كتير، أو كتير مننا بيقع فيه. لو استخدمنا الترهيب هيبقى بسيط جدا وللسن الكبير شوية من 10 سنين، وبرضه ما يبقاش بألفاظ صعبة على الطفل. حطي نفسك مكان الطفل. لو انت بتعملي ذنب معين وجي حد كلمك بأسلوب صعب وقالك انت هتروحي النار وربنا مش هيتقبل منك اي حاجة بتعمليها، هيبقى شعورك عامل ازاي؟ هتتقبلي منه الكلام اصلا؟ بالعكس بقى، لو حد جه نصحك وكلمك باسلوب كويس اعتقد هتتقبلي منه الكلام وهتفكري في كلامه، وممكن كمان تتوبي عن الذنب بسبب كلامه. رقم 2 دايما خلي في صلة دائمة بين الطفل وربنا في كل احواله، في الحزن والفرح والصحة والمرض. يعني مثلا لو هو مبسوط انه نجح وتفوق في المدرسة، قولي له اشكر ربنا انه وفقك واعانك انك تذاكر، مش انت تعبت ونجحت بمجهودك. لو تعبان او حزين او مر بموقف صعب، قولي له ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه. لو انتوا خارجين او مسافرين او في تمرين، دايما حسيه على الصلاة، وقفوا كل حاجة علشان ده وقت الصلاة ومفيش اهم منها. من الحاجات الحلوة برضو انك تربي ابنك عليها استحضار النية في كل حاجة بيعملها. يعني اي حاجة بيعملها يحط لها نية، زي الاكل، الشرب، التمرين، لو بيساعدك في البيت، لو بيجيب لك طلبات البيت من بره، فهميه ان هو كده كده بيعمل الحاجات دي تمام، لكن النية هي اللي هتحول العادة اللي بيعملها الى عبادة، او هي النية اللي هتخليه ياخد على الحاجات اللي بيعملها دي حسنات. من وقت الطفل ما يتولد عوديه على اذكار وادعية اليوم. يعني هو بياكل قولي له دعاء الاكل، وهو بيشرب قولي له الدعاء، وهو بينام، وهو بيلبس، وانتوا خارجين، كل الادعية خليه يسمعها منك. لما يكبر هتلاقيه حفظها مع كتر التكرار. ربي عنده مراقبة الله، دايما كرري عليه الله شاهدي، الله ناظري، الله مطلع علي، واشرحي له معناها انه حتى لو انا مش موجودة الله عز وجل يراك، واحكي له قصص كتير ترسخ المعنى ده جواه. الموضوع ده يتعمل يا جماعة عادي من سن 3 سنين. مهم برضو تكون المرجعية بتاعتك وانت بتربي اولادك الدين وشرع ربنا. يعني بدل ما تقولي له الناس هيقولوا علينا ايه، قولي له ده حرام ما يرضيش ربنا. بدل ما تقولي له اعمل بضمير، قولي له ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه.
بدل ما تقولي له لو عملت كذا انا هعرف من غير ما تقولي، قولي له ربنا مطلع عليك. النقطة اللي بعد كده، من الافضل اننا نبدأ مع الطفل في القرآن من الجزء الاخير اللي هو جزء عامة، طبعا حفظ وتفسير، لأنه صوره قصيرة وفيها قصص وبيركز على العقيدة والجنة والنار، وفي صور تمثيلية بتساعد الطفل على الفهم، وطبعا شرح أسماء الله الحسنى من الحاجات اللي بتربي عقيدة سليمة عند الطفل. وأخيرا ادعي كتير 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 جدا لأولادنا، لأن هو السلاح الوحيد اللي مضمون معانا الأيام دي في ظل وجود الكثير من الفتن والمغريات. السلام عليكم.